توترت العلاقة بين اللاعب البرتغالي جو فيليكس وناديه أتلتيكو مدريد بعدما أظهر رغبته في اللعب لصالح برشلونة. ويرتبط فيليكس بعقد مع الأتلتي حتى صيف 2027، وخاض النصف الثاني من الموسم الماضي بقميص تشيلسي على سبيل الإعارة. وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو إلى أن أتلتيكو مدريد وضع شرطين لخورخي مينديز وكيل فيليكس بشأن رحيل اللاعب. واشترط الأتلتي جلب عرض مالي يصل إلى 80 مليون يورو من أجل السماح برحيل جو فيليكس هذا الصيف. وحال الإعارة، يريد الفريق الإسباني الحصول على 11 مليون يورو مع عدم تحمله أجر اللاعب البرتغالي بالكامل. ونوهت الصحيفة أن خطة أتلتيكو تصعب رحيل جو في ظل انخفاض قيمة اللاعب